انت اللي بتتحكم في نفسك، انت مفيش حاجة هي اللي بتسوقك، انت اللي بتخلي الحاجة تسوقك. والسجن ممكن يكون مريح، انا ما خلاص متعايش مع الشغل اللي بيأذيني وممكن اعيش، ممكن اعدي اليوم، فخلاص هفضل ونعدي بكرة وبعده وبعده، وتكبر بقى في الألم ده. ودي أخطر حاجة ممكن تحصل لك، وأخطر حاجة في الحياة عموما. أنت مش فاشل بما فيه الكفاية عشان تتغير. الواحد لما بيكون مسافر محافظة تاني أو بلد تاني بيشتغل على نفسه وبيدوس على نفسه، عشان هو عارف هو لو وقع هنا أو حصل له أي حاجة مفيش حد يسنده. ولكن هو في بلده عادي، ممكن يأجز، ممكن ما يروحش الشغل، ممكن يتدلع، هو عنده بابا وعنده حد ممكن يخلي باله عليه، أو ليه ظهر ممكن يتسند عليه. ولكن هو في الغربة، أنا مش عارف ليه باتكلم بسرعة، ولكن هو في الغربة ما لهوش حد، لو حصل له أي حاجة هو مسؤول عن نفسه. ولكن إحنا في أول ما بنحس إن إحنا خلاص بندلع نفسنا ومش بنتغير ومش بنسعى. أنت مش من الطبقة اللي فوق عشان تبقى مطمن، ولا أنت من الطبقة اللي تحت عشان تعافر. وهنا الموضوع بيرجع إن أنت بتفضل تضيع في وقت لسنين قدام، مش عشان في كوارث. إحنا مش بنتمسك بالأشياء، احنا بنتمسك بالهوية. يعني انت مش بتدافع عن العادات بتاعتك، ولكن انت بتدافع عن الافكار اللي انت واخدها عن نفسك. يعني تلاقي شخص بيقول ان هو عصبي، وبيقول ان هو طبعه كذا وطبعه كذا، هو اقنع نفسه ان هو دي شخصيته، اقنع نفسه ان هو ما ينفعش ينجح، او ان هو الوضع العام اللي هو فيه ما يأهلهوش لأي حاجة، فيفضل مكانه مش هيقدر يعمل أي حاجة، لأن دماغه هنا اتسيستمت، لأن خلاص هو ده الحاجة. أو أنت فاهمني، السلوك بيقنع الإنسان إن هو ده أنت. أنا مش هينفع أنجح عشان خاطر الوضع العام اللي أنا فيه، أنا هستنى مش عارف إيه، أصل أنا الحتة اللي أنا عايش فيها ما تساعدنيش. أنت بتقتنع إن هو ده أنت، مع إنك ممكن تغير كل ده، بس أنت بتستسلم أو بتأجل خوفا من التغيير. طب تعالى نعمل حاجة كده حلوة كده في اليوم عشان خاطر ايه ما احسش ان الدنيا دخلت معايا في بعض، تمام، ونرجع في نفس هذه القصة ونكمل، تمام. وبس يعني تعالى تخيل ان ده فاصل اعلاني قصير.